أصدقائي وأحبابي، أهلا ومرحبا بكم في قسم جديد من حكاية ميدوريا وقتالاته ضد الأشرار. وقبل ما نبدأ ومن غير ما أطول عليك، حط اللايك بتاعك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وأهم حاجة تصلي معايا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في المرة اللي فاتت شفنا المعركة المدمرة اللي حصلت بين شيجاراكي وستار، اللي انتهت بهزيمة ستار برغم الإصابات الخطيرة اللي سببتها لشيجاراكي. وبسبب الإصابات دي الأشرار هيضطروا إنهم يأجلوا خططهم لأسبوع على الأقل، وده هيدي الأبطال وقت أكتر يستعدوا فيه للمواجهة النهائية. ولكن بتحصل حاجة غير متوقعة، وهي إن الأبطال بيكتشفوا وجود خائن بينهم بينقل أخبارهم كلها لأول فور وان، والخائن ده هو أويما. وطبعا آخر واحد ممكن يتوقعوا إنه يخونهم لأنه كان معهم طول الوقت، وعرفنا وقتها إن أويما كان حاسس بالذنب طول الوقت ده بسبب خيانته لأصحابه، ولكنه مجبر على كده علشان يحمي أهله من تهديد أول فور وان. ووسط المحنة دي بيكتشف الأبطال إنهم يقدروا يستغلوا ثقة أول فور وان في أويما ويخدعوه ويقلبوا المعركة لصالحهم من قبل ما تبدأ. فبيحاولوا يقنعوه إنه ينضم لهم وإنه هيكون في أمان هو وأهله وهيحموه من أول فور وان. بس البي بيفضل متردد لحد ما إيزاوا بيظهر وبيكلمه وبيقنعه إنه مش هيتخلى عنه زي ما أول فور وان عمل معاه، وده لأنه بيعتبره تلميذه حتى بعد كل اللي عمله. فيا ترى إيه اللي يحصل؟ ولا المعركة هتكون لصالح الأبطال ولا الرياح هتدمر السفينة باللي فيها؟ بنشوف توغا بتتمشى في بيت متدمر وبتفتكر ذكرياتها وهي صغيرة، وجدران البيت كلها مكتوب عليها عبارات شتيمة وتنمر عليها وعلى عائلتها، وبتفتكر كلام أبوها لما طلب منها تسيطر على نفسها وتبطل التصرفات الغريبة اللي بتعملها. يبدأ أهلها إنهم يخافوا منها ويبعدوا عنها بسبب قدرتها. ولما بتوصل لأوضتها بتسرح في ذكرياتها وهي صغيرة لما كانت عايزة تبقى عصفورة لأنها بتحب العصافير، وكل يوم بتحلم بعصفور صغير لونه أحمر بيرقص على بطنها، وبعدين العصفور بينقر بطنها وبيدخل جواها وجسمها كله بيتحول للون الأحمر. ولما بتخرج من البيت بتتفاجئ بصوت دابي اللي بيقول لها باستغراب حتى المجانين اللي زيك بيحنوا للماضي. فبترد عليه بانزعاج وبتفهمه انها كانت بتتمشى بالصدفة لقت نفسها قدام البيت فدخلت تبص عليه مش اكتر. دابي بيسألها لو كانت خلاص حسمت امورها جهزت نفسها علشان يدمروا العالم الخربان ده، فبتجاوبوا انها مجهزة نفسها من زمان ومش محتاجة انه يفكرها. وقتها دابي بيولع في البيت وبيقول لها طالما كده يبقى انت مش محتاجة البيت ده، وبيطلب منها تبتسم لان البشر بيعيشوا علشان يضحكوا. توغا بتقول له يخرب بيتك انت كده كشفت مكاننا. دابي بيشرح لها ان مفيش مشكلة لان الابطال مشغولين بالجرائم اللي هربوا من السجن ومش فاضيين يطردوهم اصلا، ده غير انه هيعمل اللي هو عايزه لانها مسألة وقت قبل ما يدمر ابوه اند فور. وبيفكرها انها تقدر تستخدم قوة توايس بما انها خدت شوية من دمه قبل ما يموت في اخر معركة مع الابطال. وفي قلب مخبأ أول فور وان بنلاقي سبينر حاسس بالقلق على شيجاراكي اللي صوت صراخاته مالي المكان، ولما بيروح يطمن عليه بيتصدم من المشهد اللي بيشوفه وبيتأكد انه تحول وحش مرعب بالكامل. في اللحظة دي بيظهر أول فور وان وبيقول له ما تقلقش وسيبه لوحده وهو هيبقى كويس. وبيقوم شيجاراكي من مكانه وبيتحرك ناحيتهم ببطء، فأول فور وان بيقول له مش قلت لك انه هيبقى تمام؟ وقتها بيعرف سبينر ان هو اللي هيقود المتحولين في المعركة الجاية ضد الابطال، وانهم جهزوا له كل حاجة والمتحولين بيعتبروه قدوتهم لانه بيقلد ستاين وهم بيكرهوا الابطال جدا. فسبينر بيقول له انا مش عارف هم بيعتبروني قدوة ازاي وانا ما عنديش اي موهبة او حتى قضية احارب علشانها. بيرد عليه سكبتك ان مفيش مجال للرجوع ودلوقتي الخطة خلاص اتنفذت. والفور وان بيقول له ان تصرفاته هتدي باقي المتحولين شجاعة وان اي حد ممكن يبقى بطل. في اللحظة دي بيظهر شيجاراكي وهو ماشي ببطء وبيقول له انه هيدمر كل حاجة. بنسيبهم ونروح لثانوية الابطال وتحديدا في المنطقة السكنية المخصصة للاجئين، وبنشوف شخص غامض بيقابل واحدة وبيعرفها ان أول فور وان طلب منهم يتحركوا، وبيشرح لها انهم لازم يثيروا الفوضى في المكان علشان يشغلوا الابطال ويمنعوهم من التصرف بحرية ويبعدوا ميدوريا من المكان. وبنعرف ان ميدوريا واصحابه قضوا الفترة اللي فاتت دي وهم بيقودوا على السجناء الهاربين، وبرغم نجاحهم في القبض على عدد كبير منهم الا انهم ما وصلوش لاي معلومات عن مكان أول فور وان. وفي سكن الطلاب بنشوف ميدوريا واصحابه باين عليهم التعب بعد يوم طويل من مطاردة الاشرار وبيقعدوا يتكلموا مع بعض كده. وقتها ميدوريا بيفتكر انه لسه لحد دلوقتي معرفش يتكلم مع اوراراكا ويشكرها على مساعدتها ليه. في اللحظة دي بيدخل أول مايت والضابط صاحبه للمكان فبيسألوهم عن وضع أويما. أول مايت بيشرح لهم الخطة النهائية للمعركة وبيعرفهم ان محدش يعرف الخطة دي غير عدد قليل جدا منهم. تاني يوم بنشوف مدير المدرسة بيعرف كل الموجودين الوضع الحالي وان الاشرار هيتحركوا ويهاجموهم بعد 4 ايام بس، وعلشان كده ميدوريا والابطال واصحابه هيسيبوا المدرسة وينتقلوا لمكان تاني علشان يبعدوا عنهم الخطر. وبيودع ميدوريا واصحابهم اهلهم قبل ما يمشوا، وبنشوف القلق
الصدمة ظاهرين بوضوح في عيون الموجودين، وخصوصا الجواسيس اللي شغالين مع اول فور وان، لانهم ما كانوش متوقعين ان الابطال يعملوا اللي هم عاوزينه من غير تدخل منهم. وبعد ما بيخرج ميدوريا واصحابه من المدرسة بينتقلوا لحصن على بعد 30 كيلومتر علشان يستريحوا لحد ميعاد المعركة، وبيكون واضح جدا انهم قلقانين، وخصوصا ميدوريا اللي دوره هو انه يحدد مصير المعركة. وبيلمح ميدوريا اوراراكا واقفة لوحدها فبيستغل الفرصة وبيروح علشان يكلمها، وبعد ما بيشكرها على مساعدتها ليه بيسألها سرحانة في ايه، فبتشرح له انها بتتفرج على المدينة المدمرة علشان ما تنساش الدمار اللي الاشرار سببوه وما تفكرش في حاجات ملهاش لازمة، لانها حست بالذنب بسبب كلامها اللي قالته لتوغا لما كانوا بيواجهوا جانتو ماكيا. وقتها ميدوريا بيعرفها انه عنده نفس الاحساس وعايز يساعد شيجاراكي بعد ما شاف ذكرياته. وفي نفس الوقت بنلاقي تودوروكي وايدا وباكاجو قاعدين، وتودوروكي بيفكر ازاي يساعد دابي لان علاقته مع اهله مش احسن حاجة. ايدا بيطمنه وبيقول له ما تشغلش بالك واكيد هنعرف نتصرف. وبعد مرور 3 ايام بنلاقي اول فور وان وهو بيبتسم لانه خلاص هيضمن الانتصار في المعركة بسبب الجواسيس بتوعه وقدرته على كشف الكذب. ومع نهاية مكالمته المشفرة مع اهل اويما اللي بيبلغوه بمكان ميدوريا، واويما بيفرح لان كلها مسألة وقت قبل ما يسيطر على العالم. على الجانب التاني ميدوريا بيقابل اويما في مكان بعيد عن الحصن اللي هم فيه، وبيسأله عايز يقابله ليه، فبيعرفوا انه اهله اتحاكموا وخرجوا من السجن، وان من المضحك ان المحاكم لسه شغالة وسط الدمار اللي البلد فيه. وبيقول له ان هدف اول فور وان هو تحويل باقي العالم كله لحطام علشان يبقى في نفس الوضع اللي اليابان فيه، وبالاضافة لحالة الفوضى بسبب الاشرار اللي موجودين في كل مكان، فهو عاوز يدمر الاقتصاد تماما ويسيطر على كل الموارد وينشر الامراض فيها. وميدوريا بيقول له بخوف انت فاهم معنى الكلام المرعب اللي انت بتقوله ده؟ فبيكمل اويما كلامه ان اول فور وان بيعمل كل ده علشان يمنع تعاون الدول مع بعضها، وفي النهاية يحكم سيطرته على العالم كله بصفته الديكتاتور والشرير الوحيد. فميدوريا بيجاوبه انه مش هيسيبه ينفذ اللي هو عايزه، بس اويما بيقول لميدوريا ان كل ده لازم ينتهي ويعتزله لانه قرر انه لازم يحمي ابوه وامه. في اللحظة دي بيظهر اول فور وان من ورا اويما اللي بيموت من الخوف حرفيا، وشكله عملها على نفسه، وبيشكره على تعاونه معاه وبيقول له انه عارف ان خيانته لاصحابه كانت صعبة عليه، ولكن كل ده هينتهي قريب. وبيستعد ميدوريا علشان يواجه اول فور وان اللي ظهر قدامه، بيقول له اويما بغضب ازاي تخني بعد ما وثقت فيك. وقتها اويما بيعتذر له وهو بيبكي وبيستخدم قدرته وبيهاجم اول فور وان بشعاع من الليزر. وبرغم المفاجأة اللي اول فور وان فيها لانه عمره ما كان يتخيل ان في حد ممكن يخدع قدرته على كشف الكذب الا انه بيصد الهجوم بسهولة. فميدوريا بيقول لاويما يخرب بيتك يا واد، انا صدقتك بجد، ده انت تستحق الاوسكار على تمثيلك ده والله. اويما ركبه بتخبط في بعض من الرعب اللي هيواجهه اول فور وان علشان يحمي اهله واصحابه. وعلى الجانب التاني كان اول فور وان بيفكر ازاي اويما واهله قدروا يكذبوا عليه برغم انه استخدم كشف الكذب عليهم. وبعد ثواني بيقرر ان اللي حصل ومفيش داعي يشغل نفسه اكتر من كده لانه نجح في عزل ميدوريا لوحده والابطال متفرقين في كل مكان. وبيستخدم قدرته علشان يشكل بوابات يظهر منها شيجاراكي وباقي اتباعه بعد ما يتاكد ان ميدوريا واويما مش يقدروا يواجهوه لاكتر من دقيقه. في اللحظه دي بيظهر الابطال من بوابات مختلفه باستخدام قدره كورو، وبيستعد الفرقتين للمواجهه. وقبل ما المعركه تبدا بنرجع بالزمن وقت ما اول مايت كان بيقول الخطه للابطال. اول حاجه بيعملها هي انه بيعرفهم ان الابطال كلهم بيدوروا على مكان اول فور وان، ولكن احتمال انهم يلاقوه صغير جدا، فبيظهر الاحباط عليهم لانهم كده هيضطروا يستنوا اول فور وان يظهر بنفسه. ولكن اول مايت بيكمل كلامه وبيعرفهم ان الوضع مش وحش بل بالعكس، هم يستخدموا فكره الزاويه ويحولوا الوضع لصالحهم، وعلشان كده فهم يتظاهروا انهم فشلوا في معرفه مخبأ اول فور وان. ولما اول فور وان يستخدم قدره البحث يتاكد ان الوضع في صالحه. ده غير انهم يظهروا للجواسيس ان وجود ميدوريا في المدرسه مسبب قلق ومشاكل لباقي المواطنين، وعلشان كده هيبعدوا عنهم. وبيستخدم اويما اول فور وان مش هيبقى عنده ذره شك ان الامور كلها ماشيه في صالحه زي ما خطط بالظبط. في اللحظه دي يظهر نفسه فيها وينقضوا عليه، وبتظهر السعاده على ميدوريا واصحابه لما بيتاكدوا ان اويما هيساعدهم. ولكن مومو بتسالهم يعملوا ايه مع اهل اويما اللي ممكن يتقتلوا لو اول فور وان يشك في حاجه، فبيرد عليها ان اول فور وان بيتواصل معاهم عن طريق المكالمات، والطريقه الوحيده علشان يتاكد اذا كانوا بيكذبوا ولا لا هي صوتهم. وعلشان كده فهم يستخدموا قدره شينسو للسيطره على عقولهم زي ما ايزاوا اقترح. وقتها استوي بتعترض لان شينسو ما يقدرش يخلي الاشخاص اللي بيتحكم فيهم يتكلموا او يديهم اوامر بتحتاج تفكير منهم، ولكن شينسو بيطمنها لان خلال الفتره اللي فاتت دي فضل يتدرب وقدر يقوي قدرته وهيقدر يسيطر على اويما واهله وينفذ الخطه من غير اي مشاكل. وبيقطع فرحتهم صوت كيامي اللي بيسالهم طب واحنا ازاي هنستدرج الاشرار ونقبض عليهم كلهم مره واحده واحنا عددنا اقل منهم؟ فالظابط بيقول له ان في شخص تاني هيقوم بالموضوع ده. وبنشوف ايزاوا واقف مع مجموعه من الابطال قدام زنزانه كوروغري، وبيبص لمونوما وبيطلب منه
منه انه ينسخ قدرة كوروغيري. فمونوما بيقول له انت عايزني انسخ قدرته واستخدمها خلال كام يوم؟ انت اكيد بتهزر. ايزاوا بيعتذر له لانه مضطر يتحمل نتيجة فشله في اقناع كوروغيري، ده غير انه مش هيقدر يشارك في المعركة بسبب انه ما قدرش يستخدم قدرته زي الاول. وبيسكت مونوما لثواني وبيقول له انه طول عمره كان بيتقال له انه مش هيقدر يبقى بطل وانه اخره هيبقى شخصية جانبية. فالبطل فلات بيقول له ان دي فرصته انه هو السبب في نجاح الخطة وفشلها. وبنرجع للحاضر وبنشوف مونوما بيضحك بكل غرور لان هو اللي بيتحكم في سير المعركة. ومع ظهور الابطال والاشرار من الجانبين، اول مايت بيحذر الابطال من اول فور وان وبيأكد عليهم انه لو سرق قدرة وان فور اول فالمعركة انتهت بخسارتهم. فبيحاول شيجاراكي انه يستخدم قدرة من قدراته ولكنه ما بيعرفش، فبينادي على دابي اللي بيهجم على اند فور بكل وحشة وبيقول له مش مستنيكي علشان تعرفني انا هعمل ايه. ومع هجوم دابي النيران الزرقاء بتنتشر في كل مكان، ولكن تودوروكي بيظهر من البوابة وبيدمر نار دابي بالجليد بتاعه. ومع انتقال الابطال كلها لمكان المعركة بتظهر من الارض اقفاص معدنية بتسجن الاشرار باشارة من اول مايت. وبرغم المفاجأة الا ان الاشرار ما بيتأثروش لان الاقفاص دي مش بتعمل معاهم حاجة غير انها بتأخرهم كام ثانية بالكتير. وبعد لحظات من التفكير بيوصل اول فور وان لهدف الابطال من استخدام الحركات دي. وفي نفس الوقت بتظهر محركات بتدفع الاقفاص وبيجري الاشرار بسرعة علشان يزقوا الاقفاص ناحية البوابات ويمنعوا الاشرار من الهروب. فيبدأوا الاشرار في تدمير الاقفاص ولكنهم بيتفاجئوا بالابطال اللي بيهاجموهم وبيعطلوا محاولتهم للهروب وبيحركوا الاقفاص بكل قوتهم علشان يقدروا يفرقوهم. وبالفعل بتنجح اول خطة من خطة الابطال وبيفرقوا الاشرار زي ما هم كانوا عايزين، ولكن في مشكلة واحدة وهي ان ميدوريا اتسحب البوابة تانية غير المفروض كان يبقى فيها. وبكده تبدأ المرحلة التانية من الخطة والقضاء على الاشرار باسرع وقت في كل مكان من الاماكن اللي انتقلوا ليها. ومع خروج اول فور وان من البوابة بيتفاجئ بهوكس اللي بيهاجمه بسيفه ولكن خصته بتسد الهجوم. وبيقف هوكس جنب اند فور اللي بيقولوا اول فور وان انهم حبسوه ومش هيعرف يهرب من المكان. فاول فور وان بيرد عليه ان مفيش داعي يشغل نفسه بيه وبيقول له ان اكيد حط ميدوريا في مواجهة شيجاراكي وده غلط كبير منهم، بالاضافة لان اسوأ حاجة عملها هي انه خلى ولاده الاتنين يواجهوا بعض بسبب هوسه بالقوة. وبمجرد خروج شيجاراكي من البوابة بيلاقي نفسه في مكان طاير في الجو قدامه مبنى ثانوية الابطال وفي عدد من الابطال مستنيينه. وفي نفس الوقت بيوصل باكاجو للمكان وبيبلغ جينيست ان ميدوريا اتسحب البوابة تانية. على الجانب التاني بنشوف ميدوريا اللي انتقل لجزيرة اوكوتو بسبب توغا اللي شدته للبوابة. ومع سؤال اوراكا اللي جابه هنا بيكون ميدوريا في عالم تاني وبيسأل نفسه ازاي قدرة استشعار الخطر ما اتفعلتش. وبنرجع لمكان شيجاراكي وبنشوف الابطال في حالة من القلق لان كده خطتهم اتلخبطت من قبل ما تبدأ، لان ميدوريا هو العنصر الرئيسي في الخطة نفسها. وفي نفس الوقت شيجاراكي بمجرد ما بيفوق من حالة الارتباك اللي هو فيها بيتأكد انه لوحده في مواجهة الابطال وبيلمس الارض بايده وبيدمر المكان بقدرة التحلل بتاعته، ولكنه بيتفاجئ بان الارض اللي واقف عليها اتحركت من مكانها وطيرته في الهواء. وقبل ما يلحق يعمل اي رد فعل بيلاقي نفسه بيتكهرب بسبب الحاجز الكهربي اللي بيحيط المكان كله. وبرغم الصدمة الكهربائية اللي بيتعرض ليها بيحاول شيجاراكي انه يدمر الحاجز بقدرة التحلل، ولكن جينيست بيسحبه بمجموعة من الاسلاك قبل ما يعمل اي حاجة. وخلال ثواني شيجاراكي بيدمر الاسلاك اللي مكتفاه وبيستنتج ان الارضية كلها متكونة من اجزاء مختلفة علشان يمنعوا قدرة التحلل من الانتشار، وان المكان متجهز مخصوص علشان الابطال يقدروا يهزموه. وبيستمر شيجاراكي في تدمير الاسلاك اللي بتهجم عليه من كل اتجاه وبيقول لجينيست ان الارضية هتخلص قبل ما يقدروا يهزموه، ولكن جينيست بيشاور على الارضية اللي اتصلحت وبيقوله ما تشغلش بالك لان المكان ده عبارة عن تابوت طائر مصمم مخصوص علشانك. وفي نفس الوقت بنشوف مجموعة من الابطال من ضمنهم مومو وبطل اسمنت تحت الارض وبيكونوا اجزاء جديدة بدل اللي اتدمرت، بالاضافة لفريق الدعم بقيادة هاتسومي مجموعة من الابطال اللي بيستخدموا قدرات كهربائية من ضمنهم كانيماري علشان يحافظوا على الحاجز الكهربائي. ومع تصدي شيجاراكي لهجمات جينيست بينضم باكاجو للمعركة مع باقي الابطال وبيهاجموه ورا بعض ومن غير ما يسيبوا له اي فرصة للحركة. فبيحاول انه يستخدم قدرة التحلل بتاعته من جديد ولكنه بيكتشف انه مش عارف يستخدم اي قدرة من قدراته، وبيعرف السبب لما بيلف وشه وبيلاقي مونوما اللي بيستخدم قدرة ايزاوا علشان يلغي قدراته. وبكده يكون شيجاراكي في انسب وضع علشان الابطال يهزموه، ولكن المشكلة هي ان ميدوريا مش موجود معاهم، بالاضافة لان شيجاراكي حاليا اقوى من الاول لان جسمه مكتمل. ومن غير اي مقدمات بينط شيجاراكي في الهواء بسرعة وبيهجم على البطلة رومي بقوة، الا انها بتصدم ان دراع شيجاراكي يتحول لكتلة من الايدي بتضربها بكل قسوة وبتكسر عظامها. وبيظهر الارتباك على وش الابطال اللي هيموتوا ويعرفوا ازاي شيجاراكي يقدر يستخدم قدرته برغم انه مونوما لغى قدرته كلها. ومن غير اي تاخير دراع شيجاراكي بيتقسم لاكتر من اتجاه زي التعابين وبيهاجم الابطال اللي بيتفادوا هجومه وبيلوموا مونوما على اللي بيحصل ده. مونوما بيأكد لهم ان قدرته شغالة والمفروض ان شيجاراكي ما قدرش يستخدم اي قدرة، وبتجيلهم الاجابة من شيجاراكي اللي بيعرفهم ان دي مش قدرته انما جزء من جسمه هو كبره مش اكتر زي الضوافر او الشعر كده. وعلشان
وعلشان يقدر يتحمل القدرات المتعدده اللي بيمتلكها كان لازم يبقى جسمه خارق للطبيعه، وده اللي الدكتور المجنون كان بيعمله في الفتره اللي فاتت. وقتها بتنجح رومي انها تخلص نفسها من هجوم شجراكي اللي دمر الدراع الآلي اللي كانت مركباه، فبتطلب من فريق الدعم انه يجهز لها دراع جديد، وخلال ثواني كانت ركبت دراعها الجديد. وبتروح جنب باكاجو وبتقول له انت هتفضل تتفرج علينا من بعيد لحد امتى؟ باكاجو بيرد عليها ان هي اللي بتتسرع وبتهاجم لوحدها، فبتدخل جينيستا علشان يوقفهم قبل ما يتخانقوا مع بعض. على الجانب الثاني بنشوف إيزاوا اللي بيحاول يوصل لطريقه يتعاملوا بيها مع الوضع البائس اللي هم فيه حاليا، وبيقطع تفكيره اتصال من ميدوريا وبيعرفه انه في جزيره اوكوتو، وبيطلب منه انه يفتح له بوابه علشان يقدر يوصلوا لمكانهم. برغم ان دي افضل واسرع طريقه علشان يرجعوا ميدوريا ويخلوا القتال يمشي في صالحهم، الا ان في مشكله، وهي ان مونما ما يقدرش يستخدم قدرتين في نفس الوقت، بالاضافه لان في اللحظه اللي هيوقف استخدام قدره الغاء عن شيجاراكي هيستغل شيجاراكي الفرصه ويقضي على كل الموجودين بقدره التحلل بتاعته، وخصوصا ان ايده بقت في كل مكان حرفيا. فالحل الوحيد المتاح ليهم هو انهم يوقفوا شيجاراكي لحد ما ميدوريا يرجع لهم بنفسه. بنسيبهم بقى ونروح لجزيره اوكوتو اللي اتحولت من منتجع سياحي فاخر الارض معركه دمويه، وبنشوف مجموعه من الابطال على راسهم البطل اوراكا في مواجهه واحد من النومو الهاي اندو مجموعه من الاشرار. وبيختم النومو قدرته علشان يحول جسمه لاجزاء معدنيه صغيره وبيهاجم بيها الابطال، وفي نفس الوقت بيحول واحد من المسجونين اسنانه والانصال معدنيه وبيغرسها في الابطال. ومن الواضح جدا ان الابطال في وضع صعب وبيعانوا تحت تاثير هجمات الاشرار. وفي نفس الوقت بتهجم توغا على ميدوريا بكل قوتها وبتطلب منه ما يمشيش لانها بتحبه، والمره الثانيه بتفشل قدره استشعار الخطر من انها تنبه ميدوريا للهجوم بتاع توغا، وده ببساطه لان توغا المجنونه بتحبه بجد وعايزه تاذيه. ميدوريا بيسالها هي عايزه ايه منه بالظبط، بتجاوب انها عايزه يبقى حبيبها، فبيتجمد ميدوريا مكانه من الصدمه لما بيستوعب كلامها وبيقول لها يعني انت بتعملي كل ده علشان نخرج مع بعض ونروح الملاهي وناكل كريب وكده؟ طبعا ده من وجهه نظر ميدوريا الطبيعيه، ولكن من وجهه نظر توغا فالحب بالنسبه لها انها تبقى زي الشخص اللي بتحبه بالظبط، وده عن طريق ايذائه وشرب دمائه. وسط الفوضى والهجمات اللي بتمطر عليهم من كل اتجاه بتختفي توغا من قدام ميدوريا بعد ما سابته بيفكر هيعمل ايه فيها. ووسط القتال ميدوريا بيقول لها انه متفهم رغبتها انها تبقى زي اللي بتحبه لانه كان عايز يبقى زي اول مايت، ولكن مفيش داعي للجنون اللي هي بتعمله لان عمره ما هيأذي الشخص اللي بيحبه. في اللحظه دي بيبان اليأس والاحباط على وش توغا اللي بتفتكر كل الكلام اللي اتقالها قبل كده علشان تتصرف بشكل طبيعي، وبتقرر ان ميدوريا زي اوراكا واهلها مش هيفهموا مشاعرها، وبكده مفيش اي اتصال بينهم وبتهجم عليه. وبيتصدى ميدوريا لهجماتها وبتظهر اوراكا اللي كانت بتراقب الوضع وبتهجم على توغا وبتكتفها، ولكن توغا بترميها بعيد وبتقول لها انها كانت غلطانه لما فكرت انها ممكن تفهمها لانهم هما الاثنين بيحبوا نفس الشخص. ومع نهايه كلامها بتختفي وبتظهر من ورا اوراكا وبتغرس السكينه اللي معاها في كتفها. في اللحظه دي بتظهر تسويو اللي بتسدد لتوغا ركله بتطيرها بعيد، وفي نفس الوقت كان ميدوريا كتفها بقدره الصوت. ولما بيطمن على اوراكا بتطلب منه انه يتخلص من السكينه علشان يمنعوا توغا من انها تستخدم قدرتها وتتنكر في شكلها. وببص تسويو لميدوريا وبتطلب منه يسيب لها المكان ويمشي لان دوره في مكان تاني مش هنا، فبيتردد اللحظات ولكنه بيحسم اموره لما اوراكا بتطلب منه يسيبهم ويروح علشان يهزم شيجاراكي. وبيستخدم ميدوريا قدرته السبعه والثالثه علشان يطير في الجو بسرعه كبيره جدا، وبرغم كده الا انه بيحس انه بطيء جدا بسبب حاله الارتباك والتسرع اللي هو فيها، وبيدور على مكان يستخدم قدره الصوت علشان يزود سرعته. ولكن بيظهر له الوريث الثاني لون فور اول وبيطلب منه يتصرف بهدوء اكتر لان كده هيتعب نفسه قبل ما يوصل لمكان القتال اساسا. وبيساله هل بيفكر انه يستخدم قوته دلوقتي، ولما ميدوريا بيجاوبه الوريث بياكد عليه انه ما يستخدمش قوته الا كحل اخير، لان مع تطور قدره وان فور اول وزياده قوتها قدرتهم هي كمان زادت بشكل كبير، وميدوريا مش يقدر يستخدمها زي ما هم كانوا بيعملوا، ولازم يعمل حساب المعركه اللي مستنياه لان خصمه مش سهل ابدا. وبنرجع لتوغا اللي بتقوم من مكانها بعد هجوم تسويو عليها وهي متضايقه لان برغم حبها لميدوريا واوراكا وتسويو الا انهم مش عارفين يفهموها، فهي مش هتشغل بالها باي حاجه وهتعيش زي ما هي عايزه وهتعمل اللي هي مقتنعه بيه وخلاص. اوراكا بترد عليها انها تعمل اللي هي عايزاه هي كمان وهتفوقها، وده شغل هرمونات بنات مالناش دعوه بيه. على الناحيه الثانيه بنشوف دابي اللي متعلق في تمثال اول مايت والنار محوطه المكان كله والابطال واقعين على الارض في كل حته، وفي نومو بيقاتل مجموعه من الابطال. وبيستخدم دابي النار بتاعته علشان يطير في الجو ويبص على تودروكي ومساعدين اندفور اللي واقفين جنبه، وبيقول لهم يعني في الاخر اندفور بعت لابنه الصغير وشويه مساعدين علشان يواجهوني، ده الشغل
الشغلانه عيلت خالص. تودروكي بيقول له انه جاي علشان يوقفه بنفسه بما انه اخوه. دابي بيرد عليه انه مجرد بيدق بينفذ اوامر انديفور مش اكتر ولا اقل. تودروكي بيجاوبه انه كان هيبقى بيدق لو تجاهل وراح لمكان تاني. دابي بيقول له عندك حق، لان مصير المعركه دي يحدده سبب الرغبات الفرديه مش مجموعه جنود بيواجهوا بعض علشان ينفذوا اوامر وخلاص. تودروكي بيساله طالما انت كنت عايش ما رجعتش للبيت ليه؟ وبيبتسم دابي بجنون وبيقول له انا مستعد اقول لك الحقيقه واعرفك السبب اللي خلاني اتحول لدابي. وبنروح للدكتور جراكي المجنون اللي محبوس في السجن، وبيبدا يحكي للظابط قصه تحولته يا لدابي. وبنرجع بالزمن لورا شويه وبنشوف دابي وهو الصغير لما كان بيتدرب مع ابوه علشان يبقى اقوى ويتفوق على اول مايت زي ما ابوه كان عايز. وبعد ما بيشوف نظرات الاحباط في عين ابوه اللي فقد الامل فيه وابتدى يركز كل اهتماماته على تودروكي الصغير اللي ورث قدره النار والجليد، بيهرب من البيت وبيستخبى في الغابه وبيتحول الامل اللي كان عنده ليأس. ومع اضطراب مشاعره بتخرج نيرانه عن السيطره والاشجار اللي حواليه بتتحرق، وخلال ثواني بيتحول جسمه والمنطقه المحيطه بيه لكتله من النيران. وسط الالم والارتباك بينط في النهر اللي جنبه علشان يطفي النار اللي بتحرق جسمه. ولما بيطلع من الميه كان عنده قدره انه يطفي النار، ولكن جسمه اتحرق بالكامل وبيكون اول فور وان مستنيه على الشط. ولما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في مكان غريب ما يعرفوش، بالاضافه لان شعره وجسمه اتغيروا بشكل كبير. وبيلاقي شويه اطفال معاه في نفس المكان، فبيسالهم هو فين وايه اللي جابه هنا. واحده منهم بتجاوبه انه نايم بقاله 3 سنوات. وبعد فتره من الارتباك والتفكير بيقرر انه لازم يرجع لبيته علشان يعرف هو ايه اللي حصل له بالظبط. ولكن المشرف على الاطفال بيرفض انه يرجع للبيت وبيطلب منه يفضل مع الاطفال دول ومش هيحس باختلاف كبير. فبيرفض دابي لان اكيد اهله قلقانين عليه ولازم يعتذر لهم على اللي عمله. في اللحظه دي بيسمع صوت اول فور وان وهو بيعرف ان رجوعه للبيت شبه مستحيل، لان النار دمرت جسمه بالكامل. وقدروا انهم يعالجوه بعد ما زرعوا له انسجه جديده، ولكن للاسف فشكله اتغير تماما ومش يقدر يستخدم قدرته مره تانية. ده غير ان اعضائه الداخليه اتضررت بشكل كبير وجسمه في حاله ضعف وممكن يموت مع اي مجهود. وقتها بتعدي ذكريات دابي قدام عينه، ولما بيعرف انه كده مش يقدر يحقق هدف ابوه بيبكي بيأس لانه فقد هدفه في الحياه. ولكن اول فور وان بيقول له ان في احتمال انهم يقدروا يرجعوا قدرته لوضعها الطبيعي بشرط واحد، انه يفضل معاهم ويتعلم منهم كل حاجه. ولكن دابي بيزعق له وبيطلب منه يخرس لان الشخص الوحيد اللي يقدر يعلمه هو ابوه انديفور. فبيحاول المشرف انه يهديه، ولكن دابي اللي في حاله هيجان بيبعدوا عنه وبيستخدم قدرته من غير قصده بيحرق المشرف. وبنرجع لجراكي اللي بيقول للظابط ان دابي كان مهووس بابوه وتحقيق حلمه لدرجه ان اول فور وان ما قدرش يسيطر عليه، وان دابي كان موجود كجسم احتياطي لاول فور وان لو حصل اي حاجه لشجراكي، ولكنه كان نموذج فاشل وخرج عن سيطرتهم. فالظابط بيساله بقلق قصده ايه بالكلام ده. جراكي بيجاوبه ان دابي كان خرج عن السيطره من البدايه اصلا، والسبب الوحيد اللي خلاهم يسيبوه يتصرف براحته هو ان جسمه كان على وشك الانهيار وهيموت خلال شهر بالكتير من غير مساعدتهم. ولكن كلهم اتصدموا لما ظهر من جديد وانضم لتحالف الاشرار مع شيجاراكي. وعلشان كده جراكي ساله ازاي قدر انه يفضل عايش الفتره دي كلها. دابي بيجاوبه وهو بيبص على النوم اللي قدامه، نعرف هم كمان عايزين منه ايه لما شاف النوم دول. وسبب رجوعه دلوقتي هو ان المكان ده هو احسن مكان لجنازته. وبيتجمد جراكي في مكانه من الخوف تحت نظرات دابي، وبيدرك ان جسم دابي على وشك الانهيار وسبب نجاته لحد دلوقتي هو حقده اللي بيدفعه الانتقام من انديفور. وبنرجع للحاضر وبنشوف دابي بيقول لتودروكي انه زار البيت مره قبل كده، وان كل اللي كان عايزه هو ان ابوه يحسسه انه مهتم بيه مش اكتر. ولكن مشهد انديفور وهو بيدرب تودروكي زي ما كان بيعمل معاه عرفه انه مفيش حاجه اتغيرت وانه مجرد منتج فاشل مش اكتر، وان عيلته نسيته تماما. من اللحظه دي هو قرر انه هيركز على زياده قوته بس، ومش هيقابل انديفور الا ما يبقى عنده القوه الكافيه علشان يهزمه، حتى لو كان ده على حساب ان جسمه يتدمر، لان في الاول والاخر مجرد جثه بتتحرك. ومع كل مره انديفور كان بيظهر فيها كان دابي بيشوف كل فيديوهاته ويتعلم من حركاته. ومن اللحظه اللي تويا مات فيها دابي ظهر للوجود علشان يحرق كل حاجه بيحبها انديفور لرماد. ومع نهايه الكلام بتزيد حراره النار لدرجه ان تمثال اول مايت اللي موجود في المكان بيسيح. تودروكي بيقوله باصرار انه مش هيوقفه ومش هيسمح له يعمل اللي هو عايزه. وقتها دابي بيزود درجه حراره النيران لاقصى درجه وبيستخدم مهاره وميض النار وبيهاجم تودروكي والابطال اللي معاه. وبرغم كده لان الابطال بيتصدوا لهجوم دابي علشان يدوا لتودروكي الفرصه انه يهاجمه، ولكن تودروكي بيتفاجئ بسرعه دابي اللي انتقل وراه في الثانيه وبيهاجموا بضربات متتاليه ورا بعض. وبيسالوا ازاي شعوره هو بقى بطل وهو ابن انديفور واخوه دابي. وبيكمل ضرب فيه وبيقول له بكل غضب انه مجرد تقليد ضعيف لانه كان عنده كل الظروف المثاليه علشان يبقى اقوى، ولكنه في النهايه بيعتمد على غيره وما عندهوش اي موهبه. ومع نهايه كلامه بيستخدم مهاره الاحتراق النفاث وبيطير تودروكي بكل قوته في الجو، ولكنه بيتفاجئ ان هجومه ما كانش ليه تاثير وبيسمع صوت تودروكي اللي بيقول له ان
كلامه صح، وانه كان احمق ومش عارف يحدد هو عايز ايه او يعمل ايه بالقوة اللي عنده، ولكنه عرف هدفه. ومع نهاية كلامه بينشر الجليد في المنطقة اللي حواليه، وبيعرفوا انه اخترع الحركة دي علشان يوقفوا. وبرغم ان ابوهم كان مهووس بمطاردة اول مايت وكان غلطان تماما في معاملتهم ليهم، الا ان هو اختار انه يقاتل الناس بنفسه. ويبدأ وميض النار الموجود على صدر تودوروكي يزيد وحجمها يكبر، وبنعرف انه توصل الحركة دي عن طريق استخدام قوة النار والجليد في نفس الوقت علشان يقدر يوصل لحالة اشبه بالنار الجليدية. وبيهجم على دابي بمهاراته الجليدية وبيجبره انه يتراجع تحت تأثير الجليد اللي النار بتسببه. وقتها دابي بيدرك ان تودوروكي هو اسوأ خصم ممكن يواجهه، لانه قدر يلغي تأثير هجماته بالجليد بتاعه. وبيقول له انه على الرغم من انهم هما الاتنين اخوات، الا ان اختياراتهم مختلفة تماما، وهما الاتنين ماشيين في طريق متوازي ومش هيتقابلوا نهائيا. ومع نهاية كلامه بيهاجم تودوروكي اللي نيرانه اختفت، ولكن الابطال اللي معاه بيضحوا بنفسهم وبيتصدوا للهجوم. بيستغل تودوروكي الفرصة دي وبيجمع طاقته من جديد، وبيفتكر ذكرياته مع امه واصحابه اللي دعموه طول الوقت وشجعوه انه يتخطى حدوده. ومع زيادة شدة نيران دابي اللي بتحيط بيه من كل اتجاه، بيكون تودوروكي حاجز من الجليد حوالين نفسه، وبيهجم على دابي بكل قوته، وبيستخدم مهارة العصر الجليدي علشان يجمد دابي والمنطقة كلها، وبيعرفوا انه يخلي طرقهم كلها تتلاقى غصب عنه. ومع نهاية كلامه بيقع دابي على الارض مغمى عليه، وبيبالغ الابطال اللي معاه كل الموجودين بنجاحه في هزيمة دابي. وبترتفع معنويات الابطال كلهم مع اول انتصار ليهم في المعركة، وبتزداد شراستهم هما بيهاجموا بالاشرار الموجودين. وبنشوف سعادة مقر قيادة الابطال لما بيوصل لهم الخبر، وخصوصا اول مايت اللي دموعه بتغرق وشه، وبيبلغ باقي الابطال بهزيمة دابي. وبانتشار الخبر في ارجاء المعركة بتزيد معنويات الابطال وحماسهم، وخصوصا صحاب تودوروكي، وبيتفاجئ الاشرار بزيادة قوة الابطال. وعلى الرغم من دفعة الحماس اللي الابطال اكتسبوها، الا ان الاشرار لسه اكتر منهم وهجماتهم ما بتقلش. وبنشوف عدد منهم محاصرين مينا اللي بتفقد تركيزها لثواني، ولكن تدخل كريشما بينقذها على اخر لحظة. على الجانب التاني بنشوف اويما وفات فرحانين بخبر هزيمة دابي، ولكن الشرير اللي بيواجههم بيقول لهم ما تفرحوش كده، لان اي حد بيكذب على اول مايت بيتقتل من غير اي استثناءات. وبيطلب من اويما يستعد لنهايته. بنسيبهم ونروح للبطل مايك اللي بيبلغ الابطال اللي معاه بهزيمة دابي، ولكن سبينر اللي بيواجههم بيقول لهم ان الكلام ده كذب ودابي مستحيل يخسر. وبيفتكر لما اول فروان عرض عليهم انه يديهم قدرات اضافيه، ولكن دابي رفض لانه مش محتاج اي حاجه. وفي الجانب الثاني سبينر اللي شايف ان دابي عنده كل حاجه من القوه والموهبه والهدف، وهو ما عندهوش اي حاجه يقبل عرض اول فروان اللي بيديله قدره بتحوله لديناصور عملاق علشان يقدر يقود المتحولين في المعركه ضد الابطال. وبيفوق من ذكرياته وبيطلب من اتباعه انهم يتقدموا باتجاه المستشفى المركزيه علشان يحرروا كروغي ويدمروا الابطال. وبنرجع لتودوروكي اللي بيكون قاعد في الارض بياخد انفاسه بعد قتاله العنيف ضد دابي، وايده جنبه بيواسيه بعد ما قضوا على الاشرار اللي في المنطقه. ومجموعه من الابطال بيقبضوا على دابي وهم مستغربين ازاي لسه عايش بعد كل ده. وقتها بيظهر ضوء بنفسجي غامض من صدر دابي، وبنروح لاندفور لمشاعره متضاربه بسبب خبر فوز تودوروكي. والفراني بيستفزه وبيقول له ايه اللي على وشك ده، فرح ولا زعل ولا ايه؟ وبيعرفوا انه اسوأ شخص شافه لانه دمر حياه ولاده الاثنين، وفي النهايه اجبرهم يواجهوا بعض علشان يصلحوا غلطته. وبما انه هيبرر موقفه ان الابطال هدفهم هو حمايه المجتمع، فهو هيخسر القتال ضده. وقتها هوكس بيفتكر ان نقط ضعف اول فور وان هي القناع اللي بيستخدمه علشان يفضل عايش، بما ان جسمه ضعيف جدا بسبب اصاباته في قتال اول مايت. ولكن المشكله هو ان القناع مش ضعيف لدرجه انه يتكسر بسهوله، وافضل حل هو انهم يستخدموا عدد كبير من الابطال علشان يواجهوه. الا ان الحل ده مش هينفع لانه هيتسرق قدراتهم ببساطه، وبكده مفيش قدامهم غير انهم يواجهوه باقوى فريق من الابطال. ومع نهايه افكاره بيهجم هو اندفور على اول فور وان بكل قوتهم، واول فور وان بيهاجمهم بانصار من الرياح، فاندفور بيتصدى الهجوم بستار من النيران. ومن قلب النيران هوكس بيهاجم بعدد كبير من الريش المشتعل، الا ان اول فور وان بيصد الريش بكل سهوله. ومن غير اي تاخير بيهجم هوكس على اول فور وان من ورا ظهره، ولكنه بيتصدى الهجوم وبيستهزئ بيه وبيقول له انت كنت اسرع بطل، ولكن بعد ما ده بيحرق لك اجنحتك فسرعتك بقت بطيئه جدا. في اللحظه دي بيظهر اندفور اللي بينال عليه بوابل من الضربات المشتعله علشان ما يسيبلوش اي فرصه يستخدم هجماته القويه اللي استخدمها ضد اول مايت. وبرغم من نجاح اول فور وان في صد هجمات اندفور، الا انه ما بيقدرش يلغي تاثير الحراره اللي بتزيد مع الوقت. وبيستغل هوكس انشغال اول فور وان بصد هجمات اندفور وبيهجم على قناعه بسيفه، الا ان اول فور وان كان متوقع الهجوم ده، فبيضطر هوكس
هوكس انه يتراجع ويستنى فرصه من جديد. اولفر 1 بيستفزه وبيقول له ان مجهود اندفور الكبير هيروح في الارض بسببه لانه مش قادر يظبط توقيت هجماته معاه. اندفور بيطلب من هوكس ما يشغلش باله بالكلام ويركز على الهجوم لانها مساله وقت قبل ما يكسروا دفاعاته، بما انه ما عندوش القدره على التعافي الخارج زي شيجاراكي. وقتها اولفر 1 بيواجه كلامه لاندفور ان كل الموجودين مركزين تركيزهم كله على المعركه حتى الابطال، وهو الوحيد اللي تفكيره شادر بعيد وبيعرفه ان المفروض يبقى فرحان بما ان الدميه بتاعته تودوروكي هزم الفاشل اللي بيطارده دابي. فبيغضب اندفور وبيهاجمه بشراسه وتهور اكبر برغم تحذيرات هوكس ليه من انه ما يقعش في الفخ بتاع اولفر 1 علشان ما يبقاش مصيره زي اول مايت. فبيكمل اولفر 1 كلامه بكل خبث وبيبلغه انه لاحظ هوس اندفور بالقوه من فتره كبيره، وبيقول له عارف انت ما لقيتش جثه تويا ليه؟ ازاي هتلاقي جثته وهو معايا على طول؟ بيضحك ضحكه شريره وبيقول له المفروض تشكرني على اني خليتك تقابل ابنك اللي انت كنت مفكره ميت. في اللحظه دي الغضب بيسيطر على اندفور اللي ندمان وبيلوم نفسه على كل اللي عمله في ولاده، وبرغم محاولات هوكس المستميته انه يهدي اندفور ويرجعه لطبيعته الا ان غضب اندفور بينفجر وبيهاجم اولفر 1 بكل قوته. وقتها اولفر 1 اللي كان مستني اللحظه دي بيهاجم اندفور اللي تخلى عن حذره وبيسبب له جرح كبير في صدره، وبيلف وشه وبيوجه هجومه ناحيه هوكس وبيساله بكل غرور هل هيقدر يتفادى الهجوم ده ولا لا. ومع ادراك هوكس انه مش هيلحق يتفادى الهجوم بيوجه الريشه بتاعته ناحيه اندفور علشان يبعدوا عن هجوم اولفر 1. وبتكون المفاجاه لما اتجاه الهجوم بيتغير على اخر ثانيه قبل ما يدمر هوكس. بيصدم هوكس لما بيشوف توكيامي وجيرو اللي ظهروا انقذوه، فبيطلب منهم يبعدوا عن المكان بسرعه قبل ما اندفور يهاجمهم. وتوكيامي بيقول له انهم عارفين انهم مش هيقدروا يعوضوا اندفور ولكنهم هيساعدوه لحد ما اندفور يرجع للقتال. اولفر 1 بيقول له ايه اللي جاب الدبانه دي هنا؟ انتم مفكرين انكم هتقدروا تتغلبوا عليا ولا ايه؟ وعلى الجانب الثاني بنشوف اندفور اللي واقع على الارض وبيحاول يرتب افكاره ويلوم نفسه على تسرعه. ولما هوكس بيطمن ان اصابه اندفور مش خطيره بيقرر انهم هيكملوا القتال باعتبار ان اندفور هينضم لهم بعد ما يستريح، وبيطلب من تويكامي انه يساعده. في نفس الوقت اولفر 1 قرر انه ما عندوش وقت يضيعه ولازم يرجع شيجاراكي قبل ما يحصل له اي حاجه، وبيفحص الاعداء بتاعته بكل هدوء علشان يلاقي نقطه الضعف اللي هاجمهم. ومع اكتشافه ان هدفهم هو تضييع الوقت لحد ما اندفور ينضم لهم بيقرر انه يهاجمهم الاول، ومن غير اي مقدمات بيحاول دراعه لثلاث وحوش وبينقضوا على جيرو اللي بتتجمد مكانها من الصدمه، وبتهرب من الهجوم على اخر لحظه بفضل مساعده تويكامي وهوكس اللي بيبعدوها عن الهجوم. وبيكمل هوكس هجومه على قناع اولفر 1 علشان يمنعه من هجمات جيرو، وبيطلب من تويكامي انه يمسكها. وبتعدي ثواني على جيرو اللي لسه حاسه بالخوف بعد ما عرفت الخطر الحقيقي اللي بيشكله اولفر 1 وان غلطه واحده منها تكلفها حياتها. وبتسال نفسها ازاي ميدوريا واويما قدروا يواجهوا الوحش ده. في اللحظه دي اولفر 1 بيقول لها بسخريه انت صعبانه عليا وانت بترتجفي من الخوف كده. ومع نهايه كلامه بيكشف عن ايده اللي حجمها كبر وبيوجهها ناحيه تويكامي وجيرو وبيضرب شعاع مدمر ناحيتهم. وبرغم من تحرك تويكامي وتداخل هوكس بكل سرعتهم الا ان الهجوم بيسيبهم وبيطير جزء من ودن جيرو. وفي نفس الوقت كان اولفر 1 استغل تشتت انتباه هوكس واخترق جسمه بعدد من الانصال، وبيقول لهم بكل تكبر ان مجرد وجودهم معاه في نفس المكان خلاهم يوهموا نفسهم انهم يقدروا يواجهوه. بنشوف جيرو اللي ودنها اتصابت في هجوم اولفر 1 وهي عماله بتزعق وبتقول له انها مش مهتمه بكل الكلام اللي بيقوله، والسبب اللي يخليها تقاتله هو انه اذى اصدقائها. ومع نهايه كلامها بتهاجمه بوابل من الموجات الصوتيه، ولكن اولفر 1 بيقول لها بكل سخريه ان قوتها ضعيفه جدا لدرجه انه ما حسش بموجاتها اصلا، وبيستعد علشان يهاجمها الا انه بيتوقف لما بيكتشف ان القدرات اللي سرقها بتقاومها. فبيستغرب لان دي اول مره يحس بمقاومه من القدرات اللي سرقها، وحتى ستار ما قدرش يتخلي باقي القدرات تقاوم سيطرته. في اللحظه دي هوكس بيستغل عدم قدره اولفر 1 على الحركه وبيهاجم القناع بتاعه في نفس النقطه اللي كان بيهاجمها من بدايه المعركه. بفضل هجماته المتتاليه قدر انه يشكل الشرخ الصغير في القناع، ومع الضربه دي بيحصل كسر كبير في قناع اولفر 1. وباشاره من جيرو من اللي مثبته اولفر 1 مكانه ومنعاه من الحركه بفضل موجاتها الصوتيه، بيهجم تويكامي على اولفر 1 اللي لسه بيعاني علشان يرجع القدرات لسيطرته، بيوجه له ضربه قويه بتدمر القناع بتاعه بالكامل. وقتها اولفر 1 بيدرك انه كان لازم يتفادى هجوم جيرو من الاول لانه كان السبب في الوضع اللي هو فيه ده. ومن ساعه قتاله الاخير مع اول مايت هو بيبحث عن قدرات استشعار بالموجات الصوتيه والاشعه تحت الحمراء علشان يعوض القوه اللي فقدها. ولو كان بيواجه هجوم جيرو بس فهو متاكد انه ما كانش هيتاثر، ولكن المشكله هي تمرد قدرته على سيطره اللي حصل لاول مره. وبيسال نفسه هل سبب التمرد ده هو ان سيطرته على القدرات اضعف من ساعه ما وعيه اتقسم واندمج مع شيجاراكي. في الوقت ده كان هوكس بيجهز للضربه القاضيه اللي هينهي بيها على اولفر 1 اللي فقد قناعه ومعاه جزء كبير من قوته. ولكن قبل ما هوكس يوصل له بثواني كان اولفر 1 استرجع سيطرته على قدرته مره ثانيه، وبكل غضب طلع اشواك من جسمه واخترق كل شيء حواليه وجمع بيها اجزاء اقنعته المكسوره. وبيبص لاندفور وبيقول له ان اصراره على مواجهته هتخليه يتجنن، ولكن اندفور بيتجاهل كلامه بكل اصراره وبيدمر الاشواك اللي قدامه وبيهجم عليه بكل وحشيه من غير ما يهتم بايده اللي اتقطعت بسبب الاشواك دي.
وبنرجع بالزمن للحظات وبنشوف اندفور اللي واقع على الارض قدامه نسخته هو شاب اللي بتلومه انه بقى ضعيف بسبب مسؤولياته ومحاولاته انه يكفر عن اخطائه، بالاضافه لانه ما قدرش يحقق حلمه ويحصل على قوه خارقه زي ما كان عايز. في اللحظه دي اندفور بيفتكر احساسه بالعجز لما ابوه مات، هو بيحاول ينقذ بنت من هجوم الاشرار ولكنه مات هو والبنت، وبيفتكر الغيره والعجز اللي حس بيهم لما شاف اول مايت يحقق كل حاجه كان نفسه فيها. وقتها نسخته الشاب بيفكروا انه عمره ما هيبقى زي اول مايت او ميدوريا، وان كل اللي كان بيعمله طول الوقت ده هو انه كان بيواجه ضعفه، وعلشان كده فمفيش داعي انه يحاول يتغير دلوقتي لان ضعفه هو الشيء اللي بيدفعه للاستمرار. بنرجع للحاضر وبنشوف اندفور بيكون ايد من النار بدل ايده اللي قطعها، وبكل قوه بيهجم على اول فران وبيطيره بعيد، وبيقول ان عناده هو الشيء الوحيد اللي بيتفاخر بيه، وعلشان كده فالقضاء على اول فران هو مهمته. اول فران اللي نجح في حمايه نفسه من هجوم اندفور على اخر لحظه بيرد انه كان متوقع ان القتال يمشي بالطريقه دي، ولكنه ما كانش متخيل ان اندفور هيخليه يحس بالقلق اللي حس بيه وهو بيواجه اول مايت. وقبل ما اندفور يخلص كلامه بيتفاجئ بان اندفور اختفى وظهر قدامه وبكل قوه بيهاجم بمهارات الاختراق النفاث وبيحول المنطقه كلها لكتله من النيران. وبيستغرب هوكس وبيسال اندفور ليه ما استخدمش اقوى مهاراته وهي الاختراق النهائي. اندفور بيجاوبه انه ما يقدرش يستخدمها كل شويه، ده غير ان اول فران لسه عنده القدره انه يصد هجومه، ومش هيستخدم اقوى هجماته الا لما يتاكد ان اول فران مش هيقدر يصد هجومه نهائيا مره تانية. وبيكمل اندفور هجومه على اول فران اللي كان مستعد للهجوم وشكل دراع علشان يحمي نفسه، ولكن اندفور بيهاجمه زي النيزك اللي وقع من السماء ويدمر دراعه بكل قوته بيسحبه بعيد عن المكان. وبيحاول اول فران انه يلمس ايد اندفور اللي ماسكه بيها ويسرق قدرته، الا ان اندفور بيحرق ايده بهجوم من عينه، وفي خلال ثواني بيطير اندفور في الجو، وكل اللي بيفكر فيه انه مش قادر يمحي اخطائه ولا يقدر انه يغير الماضي، ولكن اللي يقدر يعمله هو انه يهزم اول فران ويفتح الطريق للشباب اللي هيبنوا المستقبل. ومع نهايه كلامه بيكتف اول فران بقوه لدرجه انه بيكسر عظامه بكل قوته، وبيستخدم اقوى مهاراته وهي الاحتراق النهائي، وبيتحول لنجم ضوئي بيغطي على ضوء الشمس حرفيا. ومع نهايه هجومه بيطمن اندفور انه قضى على اول فران لانه مش يقدر يجدد جسمه زي شجراكي، ولكنه بيتفاجئ ان هوكسي بيطلب منه ياخد حذره. واول فران بيقول له بسخريه انت مفكر اني ادخل القتال وانا مش مجهز نفسي ولا ايه؟ وبيظهر الرعب على وش اندفور لما جسم اول فران بيتجدد ببطء مره تانية. وبنسيبه ونروح لشجراكي اللي متحاصر في التابوت الطاير، ومن الواضح ان الابطال مش قادرين يعملوا مع ايده اللي منتشره في كل مكان حاجه. جينيس بيطلب منهم يتفادوا الايادي ويوجهوا تركيزهم كله ناحيه جسم شجراكي رئيسي لانه مش قادر يتفادى هجماته في وضعه الحالي ده. وبينجح الابطال في اصابه شجراكي، ولكنه بيشرح لهم بكل هدوء انه كل ما بيتعود على القدرات اللي عنده كل ما جسمه بياخد الشكل الافضل علشان يقدر يستخدم القدرات، وان العالم هينتهي تحت سيطرته هو او سيطره اول فران اللي موجود بره، بما انهم هما الاثنين نفس الشخص، لان كل المشاكل اللي في العالم سببها الخوف الناتج عن سوء الفهم واليأس، وعلشان كده فهو يستغل كل البشر بنفس القدر، وبكده يحقق العداله اللي الابطال مش عارفين يحققوها. في اللحظه دي باكاجو بيقول له انا مش عارف مين فيكم اللي بيتكلم دلوقتي، انت ولا اول فران، ولكن انت عمال ترغي بقالك كتير وصدعت امي. ومع نهايه كلامه بيستخدم باكاجو جهاز الدعم اللي شايله علشان يكون مجموعه من المدافع حواليه، وبيستخدم كل العرق اللي مخزنه علشان يبدا هجومه الشرس على شيجاراكي ويدمر دراعاته المنتشره في كل مكان، ويدمر جسمه الاساسي قبل ما قدره منوما وايزاوا تنتهي، وما يضيعوش مجهود كاميناري ومومو والابطال اللي معاهم اللي بيحافظوا على الدراع الكهربائي وبيجددوا الارضيه كمان. وبيفتكر كل المواقف اللي كانت بينه وبين ميدوريا وبيقول انه واجه اليأس والخوف وقرر يكمل طريقه مع اصحابه. ومع نهايه كلامه بيجمع كل قوته وبيستخدم اقوى هجماته وسلسله الاعصار المتفجر، وبننتقل تحت الارض وبنشوف فريق الدعم في حاله طوارئ علشان يحافظوا على التابوت الطاير تحت تاثير الهجمات المدمره. وفي مجموعه من الموجودين بيصوروا وبيوثقوا كل اللي بيحصل بكل هدوء، فواحده من الموجودين بتزعلهم وبتقول لهم بطلوا العبط اللي انتوا بتعملوه ده وساعدونا احسن. بيرد عليها واحد منهم انهم بيوثقوا الحدث التاريخي ده علشان يعرفوا الاجيال الجايه ازاي قدروا يهزموا الشر. وبنرجع من جديد للمعركه وبنشوف هجوم باكاجو اللي تاثيره بيرج المكان زي الزلزال لدرجه ان منوما مش قادره تفتح عينيها من قوه الهجوم. بنشوف بعدها القلق واضح على فريق الدعم اللي خايفين جدا ان هجوم باكاجو يدمر الدرع الكهربائي ويبوظ خطتهم، ولكن كاميناري بيطمنهم ان مفيش داعي للقلق لان باكاجو بيهتم بالتفاصيل وبيعمل حساب كل حاجه على عكس مظهره وتصرفاته. ومع انتهاء الهجوم بنشوف شيجاراكي ماسك باكاجو من دراعه وبيمدحه انه قدر يحدد مدى الانفجار في المنطقه الصغيره اللي حواليه، وبكده زود قوته بمراحل. وبيكسر دراعه وبيقول له بسخريه انه ضعيف جدا لدرجه انه مش مهتم ويعرف مين هو. في اللحظه دي بيهجم باقي الابطال على شيجاراكي علشان ينقذوا باكاجو. شيجاراكي بيرمي باكاجو بعيد وبيبص للابطال وبيقول لهم مين فيكم اللي كان بيقول انكم هتقدروا تكسبوني لو هاجمتوني بشكل مباشر، وبيضخم دراعه وبيطلب منهم يستعدوا علشان هيوريهم قوته، وبضربه واحده بيطير كل الابطال اللي حواليه. وبيبص لباكاجو اللي وقع
على الارض وبينزف، وبيعرف ان في حاجه واحده هو مهتم بيها وهو انه اقرب واحد لميدوريا، وعلشان كده فهو متاكد انها مساله وقت قبل ما ميدوريا وقوه وان فور اول يقولوا لحد عنده. بكده يا صديقي وحبيب قلبي بنكون انتهينا من حلقه النهارده، وانت النهارده اتفرجت معانا على 6 حلقات من الحلقه ال5 لحد الحلقه ال10 واخر حلقه نزلت. ما تنساش بقى تقول لنا ايه اللي هيحصل الحلقات الجايه، وهل شيجاراكي هيقتلهم كلهم ولا ايه اللي هيحصل. وما تنساش تحط اللايك بتاعك وتتاكد انك مشترك في القناه علشان الحلقه ال11 اول ما تنزل تكون انت اول واحد اتفرجت عليها عندنا. ويلا دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.